أعظم حاجة ربنا خلقها عشان يحافظ على حياتك هي نفس الحاجة اللي بتموتك كل يوم ببطء وانت مش حاسس، وده بسبب جهلنا بيها. في الفيديو ده هتسمع معلومات لأول مرة تسمعها في حياتك، معلومات لأول مرة تسمعها عن الاسترس وازاي ممكن يكون هو السبب الأساسي في تعاستك وانت مش حاسس، وايه علاقة الاسترس بالطموح. في الآخر أعرفك ازاي تتعامل معاه وتستغله في مصلحتك، وهقول لك على طرق انت لأول مرة تسمعها في حياتك في الفيديو. فخلينا نبدأ. العلماء بيقولوا إن جسمك النهاردة لسه عايش بنفس النظام اللي كان بيشغل أجدادنا من 50,000 سنة، بس الفرق إنهم كانوا بيخافوا من نمر وإحنا بنخاف من نوتيفيكيشن. كل مرة تفتح الموبايل وتشوف إيميل متأخر أو عميل زعلان أو منافس سابقك بخطوة، دماغك بتفتكر إن أنت في خطر حقيقي وبتدي إشارة لجسمك إنه يستعد للموت. الاسترس في الأصل مش عدو ليك، هو نظام إنقاذ ربنا زرعه في جسمك، بيحولك في ثواني لمخلوق خارق، بيضرب بسرعة، بيركز أكتر، بينسى الأكل والنوم، كل ده عشان ينمو. بس لما النظام ده يشتغل كل يوم وكل اسبوع وكل شهر، فانت كده عايش في عالم ما فيهوش لحظه امان. الطاقه اللي كانت بتحميك بتبدا تموتك ببطء. الاسترس اتخلق عشان يحميك من الخطر، بس دلوقتي الخطر هو الاسترس نفسه. تعال نرجع مع بعض 50,000 سنة عشان نفهم القصة من البداية. تخيل مجموعة من أوائل البشر قاعدين حوالين نار، فجأة نمر يهجم على المعسكر بتاعهم. القائد بتاعهم بيقوم بسرعة والزمن بيبطأ في دماغه، مخه بيصنف النمر على إنه خطر قاتل، فبتشتغل استجابة التوتر فورا. الأدرينالين جلانز بيضخوا الأدرينالين في جسمه، وجسمه بيدخل في مود فايت أو فلايت، قاتل أو اهرب. قلبه نبضاته بتسرع، التنفس بتاعه بيزيد، والدم بيجري بسرعة في العضلات بدل المعدة عشان يدي طاقة فورية لكل حاجة ممكن تساعده يعيش. المخ بيقرر ان العضلات ليها الأولوية، وبالتالي بيضخ الأدرينالين فيها، بيشغلها بأقصى سرعة، فقوة القائد بتزيد وسرعته بتعلى، وإشارات التعب والألم بيتعملها سايلنت، والحواس بتاعته بتبقى حادة جدا لدرجة ان هو شايف كل تفصيلة بوضوح غير طبيعي، كأنه شغل الدنيا على وضع السلوموشن. بيلاحظ ان النمر مستعد للهجوم، وفي أقل من لحظة القائد بيتصرف، بياخد قرار لحظي ومندفع، وبيبدأ ان هو يقاتل بدل ما يهرب، وبيهجم بكل طاقته. بس المعركة طويلة وصعبة والنمر مش ناوي ينسحب، وجسم القائد بدأ يتعب وقرب ينهار. يقوم الجسم يشغل هرمون تاني اسمه هرمون الكورتيزول. الكورتيزول أبطأ من الأدرينالين بس أذكى وأطول نفس. بيبدأ إن هو يتفرز لما المخ يلاحظ إن الموضوع مطول، فبيأمر الجسم إن هو يغير نظامه بالكامل، ويبدأ إن هو يوقف كل حاجة في الجسم مش ضرورية. الهضم ومقاومة الأمراض والراحة، كل دي حاجات مبقاش ليها لازمة دلوقتي. البقاء هو الأهم. جسم القائد خلاص مبقاش ملكه، بقى ملك التوتر. بس في النهاية بيوجه الضربة القاضية والنمر بيموت. القبيلة كلها بتحتفل، ويبدأ القائد جسمه يخرج من الفايت مود لمود الراحة والهضم. بيبدأ يحس إن العضلات بتوجعه والجروح بدأت تلسعه، وبيبدأ الجسم بتاعه إن هو يستشفي. وعلى مدار أيام من الأكل والنوم بترجع طاقته زي الأول، والتوازن بيرجع تاني. والناس دي تبقى أجدادنا. بس السؤال المهم، إمتى القوة الخارقة دي اتحولت إلى لعنة؟ الاسترس هو نفس الاسترس اللي كان عندنا من 50,000 سنة. أول ما مخك بيحس بخطر بيبدأ يرد فورا وبأقصى قوة عنده، وبيدي أولوية للبقاء، وبيبدأ يضحي بالحاجات اللي شايفها مش أساسية. الكلام ده فعلا بينفعك وبينجيك من الموت في وقت زي ان العربية هتخبطك ومحتاج ان انت تاخد اكشن سريع فتنط فجأة، او سمعت صوت حاجة فوقيك بتقع تجري بسرعة عشان ما تقعش عليك. مواقف زي دي مهم جدا الاسترس يشتغل عشان خاطر ينجيك من الموت. لكن أغلب مصادر التوتر دلوقتي حاجات فعلا ما تستاهلش، بس بتفضل شغاله جوه جسمك وانت مش حاسس لاسابيع وشهور وفي بعض الاحيان سنين. النمر بتاع زمان دلوقتي بقى ايميلات مستفزه، ديدلاينز، اونلاين ميتنج، زحمه طريق، اخبار وحشه بتطلع لك على السوشيال ميديا، ومخنا مش قادر يفرق ويعرف ان ده مش خطر حقيقي، فبيبدا ان هو يشغل نظام الطوارئ كانك في حاله خطر. ممكن يجيلك من 10 ل 20 مايكرو ستريس في اليوم الواحد، ومع كتر تكرار المايكرو ستريسز جسمك ما بينبهكش ليهم اصلا، وبيبقوا شغالين كل يوم في الباك جراوند وانت مش حاسس. وفوق بقى المايكرو ستريس في بقى الاستريس الكبير، ساعات عمل زياده من غير مقابل، عملاء زعلانين، ايجارات بتعلى، تضخم، رعايه صحيه، ضرايب، وحاجات غيرها كتير مخليك على طول قلقان من المستقبل ومش عارف تعيش مبسوط. بس بالرغم من كده ساعات دفعه الاسترس دي بتبقى مفيده جدا لما تجبرك ان انت تذاكر الامتحان باقصى امكانيات عندك، بيخليك تحس في بعض الاوقات ان انت اون فاير، قادر انك انت تشتغل وتنتج 10 اضعاف الطبيعي، لدرجه ان الناس الناجحه مدمنه الاسترس ده، بس بيعرفوا يطوعوه بطريقه
هتعرفها في الاخر. صدقني انت لاول مره تعرف الطريقه دي او تسمع عنها. المشكله ان النظام ده لو شغال ايام واسابيع وشهور من غير ما يطفي بيتحول لستريس مزمن، ودي واحده من اخطر الحاجات اللي ممكن تدمر حياتك. ازاي بقى الاسترس المدمن ممكن يدمرك؟ تمام، الاسترس المدمن ده هو تدمير بطيء لكل جزء في جسمك وعقلك. مع كل مرة نظام التوتر بيشتغل، نظام الفايت او الفلايت بيفضل شغال، ونظام الراحه بيبقى مقفول طول الوقت. عضلاتك بتفضل مشدودة استعدادا لقتال عمره ما بيجي، ظهرك وكتافك ورقبتك بيولعوا، ومخك بيبدأ يصدع، جهازك الهضمي بيبوظ، يا اما يحصل عندك امساك او يحصل عندك اسهال، وفي كلا الحالتين ده سيء لجسمك. الميتابوليزم بيختل، حرق الدهون بيبقى ابطأ، وتخزين الدهون حوالين البطن بيزيد، والخلايا بتبطل تستجيب للانسولين، فبتزيد فرص انك انت تتعرض للسكر والامراض المتصله بيه. قلبك بيفضل ينبض بسرعه عاليه، بس الاوعيه الدمويه مش معموله للضغط المستمر ده، فبتبدا واحده واحده تتدمر من جوه، وده بيرفع خطر الجلطه والسكته القلبيه. جهاز المناعه بيضعف، فبتبدا تتعرض لامراض بشكل مستمر. الحاجات البسيطه بتعمل لك مشكله كبيره، دور برد بسيط ممكن يقعدك في السرير كام يوم. والجزء اللي بيحميك من الامراض بيقل، لان بالنسبه لعقلك النمره اكيد اخطر من دور البرد، فده بيزود خطر العدوى، وبيزود احتماليه السرطان، وبيزود امراض المناعه الذاتيه واحتماليه ان انت يجيلك كانسر. وفي نفس الوقت الخلايا اللي بتعالج الالتهابات، اللي هي مفروض تكون بتتفرز عشان خاطر تعالج الجروح اللي بتحصل لما يحصل اي قتال، تبدا ان هي تزيد وتنتشر في كل الجسم، فبتضر انسجتك من جوه بدل ما تعالجها. المخ كمان بيتغير، طالما حاسس ان هو في خطر حقيقي مستمر بيبطل ان هو يفكر بشكل هادي ومتزن، وبيبقى معتمد اكتر على الردود السريعه، فبتبقى حرفيا اقل حكمه، وفي بعض الاوقات تصرفاتك انا اسف غبيه، وتزيد احتماليه ان انت تاخد قرارات مندفعه وغلط، زي ان انت تبوظ علاقه او تاكل اكل مش صحي او تهرب من مشكله بشكل يأذيك او حتى تشرب مخدرات. تبقى اسوأ في حل مشاكلك واسرع في خلق مشاكل جديده. فمن الاخر الاسترس المزمن بيحولك لاسوأ نسخه من نفسك، ولو استمر ذاكرتك بتضعف، قدرتك العقليه بتقل، فجاه بتبقى على طول عايش في قلق واكتئاب مزمن. مع كل يوم اضافي في الاسترس المزمن فرص خروجك من المشاكل بتقل، وبتبقى في دايره جحيم مش قادر تخرج منها. ودي اللي سماها مارك مانسون في كتاب دراسات الارت ذا انفينيت لوب اوف هيل، دايره الجحيم اللانهائيه. فانا عشانك عملت تقسيمه للناس اللي بتواجه ستريس بشكل مبسط جدا واول مره هتسمع عنه في حياتك، عشان يساعدك ان انت تتغلب عليه ايا كان انت انهي نوع من الاشخاص دي. في 3 اشخاص بيتعرضوا للستريس بشكل يومي، 2 منهم الستريس بيضرهم وبيدمرهم، وواحد بس اللي قدر يطوع الاسترس ده لمصلحته. اول نوع هو الشخص السلبي، اللي عايش في دور الضحيه واللي شايف ان هو ملوش اي كنترول على اي حاجه وحشه بتحصل في حياته، وكاره مديره في الشغل ومش راضي بمرتبه وقلقان من المستقبل، اتجوز ازاي، هصرف على عيالي ازاي، يجيب عربيه ازاي، وما بيعملش اي حاجه تجاهده. الشخص ده بيمرض كتير جدا وكل يوم حياته بتبقى اسوء. طبعا في اي فيديو تاني ليا هبدا اتكلم مع الشخص ده ان انت لازم تحسن من نفسك وتعمل كذا وكذا وكذا عشان خاطر تخرج من دور الضحيه اللي انت عايش فيه، بس بالفيديو ده انا مش هعمل كده. المره دي انا هقول لك ان انت لو حتى كنت عايش في دور الضحيه، انت اوريدي سمعت الكلام ده قبل كده 100 مره، والهدف من الفيديو ده ان انا اخليك تتغلب على الستريس حتى لو انت مش تقدر تنجح في حياتك، فعلى الاقل لو انت ما قدرتش توصل لنجاح وفلوس كتيره تبقى عايش مبسوط. ارضى باللي معاك وابسط نفسك باللي في ايدك، وما تبصش على اللي في ايد غيرك. صدقني انت عندك اكتر بكتير من اللي انت محتاجه، بس انت مش حاسس. كونك بتشوف الفيديو ده اصلا معناه انك انت احسن من 25% من الناس اللي عايشه على كوكب الارض، فانت اوريدي منعم بشكل مش طبيعي. لمده الشهر اللي جاي اتعامل مع اي حد في يومك بمنتهى السماحه والانشكاح والانبساط كانك اسعد انسان في الدنيا. يا سيدي اعتبر ان انت بتمثل في فيلم لمده شهر وعامل في الفيلم ده دور شخص مبسوط ومستمتع بالحياه. هتلاقي كل الناس حواليك بتعاملك احسن، هتلاقي مديرك في الشغل اللي حبك اكتر، واي حد بيتعامل معاك وبيشتري منك حاجه هتلاقيه سخي معاك اكتر. لما تشوف حد مثلا شغال سكيورتي او ويتر وتلاقيه سمح وبيتعامل معاك بطريقه حلوه وتحس ان هو حابب الحياه، بتلاقي نفسك مجبر ان انت كمان تبقى مبسوط وبتعامله باحسن طريقه ممكنه، وبتبقى عاوز كمان تسيب له فلوس عن الطبيعي. وده كلام اتعمل له دراسات كتيره قوي قبل كده واثبتت ان الشخص في اي شغلانه لو بس بقى سمح مع الناس هيقدر ان هو يكسب من الشغلانه دي فلوس اكتر بكتير، وكمان مودك نفسه هيتحسن غصب عنك. حتى لو انت بترسم ابتسامه على وشك مش حقيقيه، عقلك ما بيعرفش يفرق ما بين الحقيقه والخيال، فيفتكرك مبسوط، فجسمك يفرز هرمونات الكويسه ويوقف افراز الهرمونات الوحشه. وبص كل يوم على الناس اللي اقل منك واحمد ربنا على 10 نعم عندك على الاقل. تحمد ربنا ان انت قادر تركب مواصلات، تحمد ربنا انك انت قادر تدرس في جامعه، تحمد ربنا ان انت شغال في مكان فيه تكييف، تحمد ربنا ان انت بتشوف وبتسمع، تحمد ربنا ان انت عندك ميه في البيت، تحمد ربنا ان انت بتنام متغطي، تحمد ربنا ان انت مش بتنام كل يوم وانت جعان. صدقني كل يوم ممكن تطلع 100 حاجه
عمرها ما بتخلص. صدقني تغيير حياتك للاحسن مش بيحصل الاول وبعدين بتحس ان انت مبسوط. انت لازم الاول تبقى عايش مبسوط وراضي، فتقدر ساعتها تغير حياتك للاحسن، والدنيا والناس اللي حواليك كلها هتساعدك في ده. ده كده اول نوع، وازاي ممكن تتعامل مع الاسترس لو انت النوع ده ومش عاوز تطور من نفسك او من حياتك. لو انت عاوز بقى تبقى مبسوط وفي نفس الوقت ناجح في حياتك، هنوصل للنوع الثالث، خليك معايا. بس الاول هنبدا بالنوع الثاني. تاني نوع هو الشخص الطموح اللي بيسعى ان هو يغير حياته ويبقى احسن، بس حاسس على طول ان انت متاخر. على طول دماغك بتفكر في الشغل ومش عارف توقف، حاسس ان انت عليك هم كبير وعمره بيخلص، وعلى طول عايش في قلق بالرغم ان انت حياتك بتتحسن. وده راجع لاسباب كتيره قوي، بس اهمها ان انت بتقارن رحلتك برحله ناس تانية سابقاك في اريا معينه بس، فتحس ان انت متاخر، فتقعد تحرق وتحرق وحاسس ان انت مش راضي برضه باللي انت فيه ومش مبسوط بيه، ومهما وصلت لحاجات كويسه هتحس ان انت ما وصلتش لاي حاجه. الحل الوحيد في الكيس بتاعتك ان انت تنقل للنوع الثالث، وده النوع اللي قدر يطوع الاسترس لمصلحته، كانه عبد دهنه اسود وخلاه شغال عشان خاطر يوصله لكل اللي هو عاوزه. النوع الثالث ده بسميه البطل الاولمبي. لما سالوا كذا حد من ابطال الاولمبياد هل انت متوتر لان اسم البلد بتاعتك متوقفه عليك وعلى اللي انت هتعمله في الاولمبياد، جزء كبير منهم قال لا، وقال اللي انا عايش فيه ده مش توتر، لا ده حماس، وانا اون فاير وعاوز ارفع اسم بلدي. ده السر اللي معظم الناس الناجحه واللي مبسوطه في حياتها بتعمله، وانت ممكن تكون لاول مره تسمع عنه. وده النوع اللي عمل المعادله الصعبه، ان هو ناجح وفي نفس الوقت مبسوط. عارف انت الناس اللي بتقول لك ان ده شخص ناجح بس اكيد مش مبسوط في حياته، ده النوع الثاني اللي هو على طول عايش في ستريس. انما النوع الثالث ده لا، بيبقى ناجح ومبسوط في حياته عادي. بيوصلوا للمرحله ان هم شغالين بتبقى عينيهم مركزه قوي وهايبر فوكس، بس في نفس الوقت فيها لمعه حماس، كتر ما هو مستمتع باللي هو بيعمله وما عندوش اي قلق او خوف. كانه في جيم بيحاول يعدي مهمات اسرع في وقت اقل، ما نفسوش يوصل ليفل معين عشان يتبسط، هو عارف ان مفيش ليفل معين هيبسطه، كل ليفل ليه متعته الخاصه، وبمجرد ان انت تعديه مش هتعرف ترجع له تاني وتتبسط بيه، زي اي لعبه انت لعبتها قبل كده في حياتك. لو معرفتش تتبسط في الجامعه وانت شغال ومجتهد فيها وطلعت باقصى حاجه، هتندم ان انت عملتش كده. التغيير البسيط ده من انك شغال وانت متوتر وخايف من المستقبل، بانك شغال وانت حاسس ان انت مستمتع واون فاير ومتحمس للشغل، بيقلل 80% من اعراض الاسترس السلبيه. وعشان تقضي على 20% اللي فاضلين بتحتاج ان انت تفصل كل فتره. يعني كل يوم لازم تاخد فواصل ما بين الشغل، كل ساعتين خد لك 10 دقايق او ربع ساعه افصل فيها الدنيا، وبالليل خد لك ساعه او ساعتين شوف لك فيهم فيلم او اخرج مع ناس تضحك وتهزر، او تلعب بلاي ستيشن، او تلعب اي رياضه، او بادل، او بينج بونج، او اي حاجه. وكل اسبوع حاول تاخد لك يوم كامل اجازه افصل فيه بضمير. وبكده تكون عرفت ازاي بطريقه عمليه تقدر تتغلب على الاسترس. ولو انت مهتم ان انت تنجح اكتر في حياتك وتحقق حاجات اكتر وانت مبسوط وخلاص مقتنع ان انت عاوز تكون من النوع الثالث ده، يبقى لازم تتفرج على الفيديو اللي هيطلع قصادك دلوقتي، وصدقني هتشكرني عليه. انا كريم حنفي، سلام.